للأسف بقينا في زمن السؤال فيه بقى شيء عادي. إن أنا أحرج اللي قصادي وأتكلم في خصوصياته بقت حاجة عادية خالص، بقى شيء متاح لأي حد. من حق أي حد يسألك في أي حاجة تخصك. بقى للأسف الدخول في خصوصيات بيتك وخصوصيات حياتك بقى كأنه حق مكتسب. يعني نسينا إن في حاجات أصلا السكوت عنها أدب. مش لازم يعني مش لازم كل اللي نعرفه أو كل اللي احنا عايزين نعرفه. مش كل حاجة هنعرفها هتبقى مفيدة لينا وهتنفعنا وتبقى مفيدة لقلوبنا وهنرتاح لو عرفناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل صحة وحال وعافية يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حبايب قلبي، لو الكلام ده كنتي حاسة إنه حقيقي وإنه فعلا مريتي بموقف من المواقف اللي احنا هنتكلم عنها في موضوعنا النهاردة، يا ريت ما تنسيش اللايك والاشتراك علشان الخير اللي احنا بنتكلم فيه ده أو كلامنا ده يوصل لكل حد محتاج إنه لازم يكون، يعني محتاج إنه يسمع الكلمتين دول، لازم يسمعهم. فيلا بينا نكمل كلامنا. عايزة أقول إن من آداب الإسلام إنك ما تسأليش حد عن حاجة، وخصوصا لو حاجة هو الشخص ده أو صاحبتك أو قريبتك مخبيها عنك ومش عايزاكي تعرفيها. طب ما هي لو عايزاكي تعرفيها هي كانت جات وحكتها لك، صح؟ طيب يبقى انت كده هنا مش من حقك انك تعرفي الحاجة دي. ومش كل حاجة هتلاقي قريبتك أو أختك أو صاحبتك أو أيا كانت هي مين مخبياها عنك تقولي إن هي كده كتومة، هي كده خبيثة، ده كده أكيد في لغز، أكيد في حاجة، أكيد في إن، أكيد. لا يا حبيبتي، اهدي على نفسك. أصلا مش كل سكوت أو مش كل واحدة تلاقيها ساكتة وما بتتكلمش يبقى دي هربانة من حاجة أو عندها حاجة ومدرياها عن الناس أو مش عايزة تقولها. لا مش كده. يعني ده ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. يعني إيه؟ يعني ربنا بنفسه بيبينها لنا كده أهو، بينهينا عن إن إحنا نسأل أو نتكلم، يعني نسأل سؤال أسئلة من اللي هي مثلا إيه هيترد عليها بزعل. يعني مثلا يعني الإجابة بتاعت السؤال ده يا إما هتزعلك أنت يا إما هتزعل اللي بيجاوب. طب أنا بسأل ليه؟ هتفتح مثلا باب لكلام والحاجات هتفتحي في حاجات ملهاش لازمة. يبقى أنا أسأل ليه برضه؟ حاجة ما تخصنيش أسأل عنها ليه؟ أسأل فيها ليه؟ أنا مالي؟ خليكي يا حبيبتي ركزي في حالك وفي بيتك وفي نفسك وفي خصوصياتك، ما تبصيش لغيرك وتسألي وتتدخلي. مثلا تلاقي واحدة قاعدة ايه مع في وسط اصحابها، ولو لقت واحدة مثلا ساكتة شوية عادي، ممكن تكون ساكتة عادي أصلا، مش ضروري يكون في حاجة ورا السكات ده، تمام؟ تلاقيها بقى قاعدة مش مبطلة أسئلة طول القعدة. مالك؟ في إيه؟ أنت مش مريحاني، وشكلك كده وراكي حاجة، شكلك كده فيه مش عارف إيه، متخانقة أنت وجوزك، أصل أنت متغيرة، أصل أنت مش عارفة إيه، وتفضل بقى أسئلة وتحرج صاحبتها اللي هي موجودة في القعدة في وسط أصحابها، وهي تقول لها مفيش. يعني تضطر تزيد عليها الضغط ليه وانت مش من حقك اصلا انك تعرفي حاجه. مثلا جيران في الشارع، واحده تقول لجارتها ايه ده، هو انت جوزك جاب لك وعمل لك؟ اصلا انا مش عارفه كنت شايفاه جايب ايه وداخل بايه البيت وهو جاي. انت مالك؟ جايب لها مش جايب لها، بيعمل في بيته ما بيعملوش، انت مالك؟ انتوا مش عارفه تعملوا ايه في الشقه، بتغيروا فرش، انتوا بتبنوا في البيت، انت مالك؟ ركزي يا حبيبتي في حياتك وبس. لا ليكي دعوه بجاره بتبني بتغير، مالكيش دعوه.
التدخل ده يعني مش حاجة حلوة خالص، مش حاجة حلوة بالمرة. تلاقي مثلا واحدة في السوشيال ميديا مثلا وطالعة بتحكي مع صحابها والمتابعين اللي عندها يعني، وتلاقيهم بقى نازلين فيها يعني أسئلة: فين جوزك؟ يعني مش طالع معاكي في الفيديوهات، انت شكلك زعلانة انت وهو، ايه ده انتوا هتتطلقوا، ايه ده مش عارفة ايه. يضغطوا عليها رغم انهم بيتكلموا في كلام في مكان مفتوح، وبيكسروا الخصوصية بتاعتها ويتدخلوا في حاجات. لا يا حبيبتي، انت اخرك مواضيع او حاجات بتتكلموا عنها وبس، مالكيش انت فيه ده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حاجه ما تخصنيش امشي بعيد عنها، ماليش دعوه بيها، ما اسالش فيها. يعني ده من جمال يا شيخه دينك، والمفروض بقى يبقى كده من رقيك انك ما تتدخليش في حياه حد، انك ما تتدخليش في اللي مالكيش فيه. بصي، حتى لو كان الفضول هيقتلك كده، الفضول تقول واحده تقول لك اصلا الفضول هيقتلني، هموت لو ما عرفتش مش عارفه ايه عن فلانه. لا، مش من حقك، مش من حقك انك تجرجري حد في الكلام وتعرفي اسراره. مش من حقك انك تضايقي حد بسؤالك علشان خاطر تعرفي حاجه انت عايزه تعرفيها. اللي حابب يحكي هيحكي من نفسه، هيختار الشخص وهيختار الوقت وهيختار الطريقه اللي يحكي بيها. انما تجبري اللي قصادك انه يحكي لك، لا لا بجد، يعني حاجه مش حق، منتهى قله الذوق. يعني لو مش عايزه اقول، يعني لو انت كده، لو اللي بتسمعيني انت كنت كده، لا اتغيري. يعني انت ممكن تكوني شايفه ان اللي قدامك اصله مش مرتاح، عمال بيقفل معاكي في الموضوع، عماله تقول لك مفيش مش خلاص، انت ممكن تقول لها طيب خلاص يا حبيبتي براحتك، بس وقت ما تحبي تحكي انا موجوده، اطمني، مفيش حاجه تستاهل. لو زعلانه في حاجه مضايقاكي ما تضايقيش نفسك، كله بيعدي. تقولي لها جمله حلوه كده تحني عليها. يعني اوقات ممكن كلمه تكون احن من 1000 سؤال انت هتساليه. ماشي؟ فعايزه اقول ان من اداب الاسلام ومن راحته انه علمنا ان احنا نحترم بعض، وان احنا يبقى في حدود بيننا وبين بعض. والله اللي اتحكى خير، يعني الشخص ده او صاحبتك دي او قريبتك دي حكت خير، ما حكتلكيش حاجه تانية مثلا، في حاجات هي ما حكتهاش خير برضه. اصل احنا مش من حقنا ان احنا يعني نعرف كل حاجه عن اي حد. ربنا رزقنا اداب السؤال وان احنا ادب السؤال وادب السكوت ورزقنا حاجات حلوه كتير في ديننا. احنا ليه يبقى فينا صفات وحشه جدا زي دي؟ ليه نبقى مش يعني ليه نبقى كده تقال على اللي قدامنا؟ طب ما هو انت كل ما هتسالي مره في مره، وكل ما تبقي عايزه تتدخلي في خصوصيات غيرك، وكل ما تبقي عايزه تعرفي كل حاجه عن اللي قصادك، ما انت مره في مره اللي قدامك مش هيحب خالص انه يتكلم معاكي اصلا، لان انت التدخل جه منك، انت بتجبري اللي قدامك انه يحكي ويتكلم. انت ما سبتيش اللي قصادك هو من نفسه يجي يحكي لك، او تيجي هي تقول لك ده انا محتاجه افضفض معاكي شويه، ولا انا محتاجه اتكلم معاكي في كذا. لا، اللي تروح مثلا عند واحده قريبتها في بيتهم، تبقى في قلب بيتهم، وتسال الكبير وتسال الصغير وتسال الام وتسال الاخ وتسال البيت كله، تاخد من ده معلومه وتاخد من ده معلومه وتاخد من ده معلومه، علشان خاطر اسرار البيت كله يبقى عندها. ليه؟ انت يهمك في ايه ويخصك في ايه؟ وعلى الرغم من كده هتلاقوا الفضوليين قوي دول، واللي بيسألوا في كل حاجة ما تخصهمش، واللي بتبقى عايزة تعرف أسرار بيوت غيرها، هتلاقي نفسك يعني هي مش قايلة حاجة عن نفسها، ما تحبش حد يعرف عنها حاجة، ما بتحكيش حاجة عن نفسها لأي حد، تداري على حياتها وتكتم وتخاف طبعا. لا، أنا مطلعش سر بيتي لحد، صح؟ إنما بقى مع غيرها
بتبقى عايزة تعرف دبة النملة زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ انت ليه تبقي كده؟ هو انت فاكرة نفسك كده حاجة حلوة؟ لو هتاخديها بقى بطريقة او ايه، تقولك مثلا ده اصل انت غالية عليا، والله حصل معاكي كذا، وتجرجريها في الكلام وتعملي نفسك حنينة عليها، بتتفهمي على فكرة. كل اسلوب بيتفهم. بس الشاطرة بقى اللي تاخد بالها من اللي قصادها بدري. الشاطرة اللي تبقى فاهمة اللي قصادها بدري، مش بعد بقى ما يا عيني تبقى مطمنة ليها وتحكي معاها وتعمل ان هي زي اختها ولا صاحبتها ولا قريبتها، وفي الاخر تاخد على دماغها منها، تسمع منها وتروح تتكلم عليها، تسمع منها وتروح تتكلم عليها، وفي الاخر هتلاقي ان هي بتتكلم اصلا على اسرار بيتك بره. ليه لف والدوران والعك ده؟ ليه واحنا ديننا اصلا امرنا وربنا نهانا ان احنا نتدخل في حياة بعض او في خصوصيات بعض، او ان انا اسأل كتير واتكلم كتير واعرف؟ ليه؟ يا رب ارزقنا يا رب أدب الكلام وأدب السؤال وأدب الحوار، ويا رب تجعلنا كده خفاف على اللي بيحبونا، ويا رب ما تجعلناش فضوليين ولا نحب نعرف، لا يا رب خلينا كده. يعني ادعوا، انا بحب، يعني انا بدعي كده، ما بدعيش بدعاء معين طول حياتي، ادعي كده باللي في قلبي، باللي انا عايزه اقوله. ماشي، ادعي كده وقولي يا رب خليني، يا رب اشغل نفسي بنفسي، اشغلني بحياتي انا بس، ما تشغلنيش بحياة حد تاني، ما تشغلنيش بغيري يا رب. واقعدي كده ادعي ادعي ادعي. لو انت فعلا فيك يعني الخصلة المش حلوة دي، او فيك الحاجة دي، ادعي كده ان ربنا يبعد عنك ويهديكي ويهدينا ويهدينا جميعا، ويجعلنا حلوين ونبقى نتحلى بآداب الإسلام وبأخلاق ديننا الجميلة اللي مش موجودة عند أي حد. يا رب يكون كلامي عجبكم واستفدتم منه، واستنوني بقى في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك والاشتراك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.